قلته ده حكايات حصلت كتير. اولا يا منصور، انت معايا في الاستوديو لوحدك ولا في حد معانا؟ عمري ما كنت لوحدي. عمرك عمري ولا من ساعه ما اتجوزت؟ لا، من ساعه ما اتجوزتها وانا شايف الهنا كله والسعد كله. شايف الهنا؟ الهنا والسعد كله. الهنا زوجيا ولا الهنا زوجيا والهنا في شغلي، وبكسب احلى مكاسب، وفاتح بدل السنترال 4. يعني القصه دي جات لك بالتوازي بعد جوازتك من الملكه سندس. الملكه سندس. موجوده معانا هي دلوقتي؟ موجوده جوايا انا. طيب جواك؟ ومعايا خدمتين اوريهم لك هنا برضه. طب ثواني. اولا هو انت اتعرفت على سندس فين؟ همشي معاك ان دي حقيقه. مفيش مشكله. كنت حمد ابو عطيه ابن عمي كان في شغلانه جايه لنا في المنصوره، غفره على حاجات داخل كده، حاجات تليفونات. فدخلنا اوضه، نمنا اول ليله عادي، بس الناموس كان بقرصنا. دخلنا اوضه كده ظبطناها ونصبنا الناموسيه والدنيا حلو. فحمد ابن عمي دخل ينام. فلما دخل ينام ما كملش نص ساعه وجي جاري، لان احنا بنبدل بعض في الورديات. فبقول له يا ابني انت نمت؟ قال لي ما عرفتش انام. قلت له طب ما تخش تنام. قال لي لا مش هعرف انام. خش نام انت، بس ما تنامش فين؟ في الاوضه. قلت له لا ده انا هنام في الاوضه. قال لي ما تنامش في الاوضه، الاوضه مش حلوه. قلت له يا عم ده انا هخش انام على طول وهسحب في النوم. قال لي ما تخشش من النوم من هنا لهنا. قال لي انت حر. دخلت نمت في الاوضه. لقيت الباب اتقفل وبقت 4 حيطان. الباب اختفى. ظهر لي 3 جنود عاملين زي البيج رامي، حاجه جامده جدا. وظهر لي ملكه واقفه بعيد عنهم كده. المهم خدوني، واحد مسكني من هنا وواحد مسكني من هنا، وواحد بيعلمني طريقه الدفن. كل جندي معاه حربه ماسكه كده، سلاح له حربه. وهي بقى عامله ازاي؟ هي كشكليا حاجه يعني مش حلوه، بس العذاب اللي انا كنت شايفه لازم اتوجه لها. هي المفروض سندس دي شكلها عامل ازاي؟ هي ما شفتش الهيكل سواد. الهيكل حاجه سمراء. بس بتحبك. انا شايفها حلو. انت شايفها حلوه؟ انا شايفها حلوه. عشان ايه؟ هقول لك عشان ايه. عشان انا لما الجنود عذبوني قعدت اروح لدول ده سيبني اعتقني لوجه الله، ما مش راضيين يسيبوني. فرحت خالع منهم ورايح للملكه. رحت راكع على رجليا قلت لها بالله عليكي سيبيني، اكل عيشي هيروح مني وبيتها ينخرب. قالت لي باين عليك طيب. قلت لها والله انا طيب. قالت لي اسيبك وهتعمل لي اللي انا عايزاه. قلت لها انا من ايدك دي لايدك دي ومن رجلك دي لرجلك دي. قالت لي خلاص. قالت لهم سيبوه. قام رايحين 2 ماشيين، امرتهم ان هم يمشوا، وواحد اعترض قال لا لا مش مننا ده مش مننا، انت عايزه منه ايه؟ ده مش مننا. قالت لهم سيبوه. قالت لي خلاص انت بتاعي. فقعدت افكر في الكلمه. قلت لها ايوه انا بتاعك. ما عايز اخلع. الباب مقفول عليا وفي التراب. هي خدتني ودتني التراب. ساعة ما قالت لي ده بتاعي وتسمع كلامي قلت لها قالت لي بس ما تقولش لاي حد على اي حاجه حصلت. طيب حد ولا قاعد يتفرج علينا دلوقتي هيقول عليك مجنون؟ يعني مجنون هاجي لك يعني كده من لا انا عندي موضوع غريب تاني. ليه؟ احكي للجمهور ده يخصني انا يا جماعه. ماشي اتفضل. قبل ما فريق الاعداد يتواصل معاه، لان هو اتكلم في بعض الفنانين